اللي ما عندوش مسكين القدره باش يمشي يصوب السنه ب 40 او ب 100,000 ريال او ب 10 الملايين، بطبيعه الحال كل واحد على حسب القدره ديالو. السلام عليكم. المواطن البسيط، المواطن الدرويش، حكومة عبد العزيز أخنوش كتحاربك من المزيان وباغية تصفيها لك في مرة. غتقول لي علاش؟ غنقول لك علاش. خليك معايا من الاول الفيديو حتى لتالي الفيديو باش تخرج فاهم كلشي. داك صانع الاسنان اللي في دربكم او لحظه داركم كتخرج عنده كتحرق لك ضرسه او سنه كتبغي تمشي لعندو تحيدها، كتحيدها ب 50 درهم 100 درهم ماكسيموم. الدوله كتحاربهم، بغيه تخلي لك غير الدكتور الاختصاصي ديال صانع الاسنان باش تمشي لعندو غتلقى واحد الثمن باهظ، باش اللي رابلو فمو يبقى رايب ما يفكرش يمشي يدير بسكين فم، علاش غيولي يسوى الملايين. واش هاد الشريحة هادي ديال صناع الأسنان اللي كيخدموا مع الدراوش العدد ديالهم كاين 24,000 في المغرب كامل، 24,000 24,000 أسرة، وإلا ضربنا العدد في 4 ما يقارب ال100,000. باغية تصفيهم في مرة، فين غيمشيو؟ وهما داك المهنة هي اللي عندهم. كتجي عنده أنت وأنا والمواطن الآخر، والمواطن الآخر الدرويش باش كيحيد داك السنة أولا ضرسة بواحد الثمن بسيط اللي على قد جيبو على قد خدمتو على قد الصالير ديالو. ولا داك السيد اللي كبير في السن أولا السيدة اللي كبيرة في السن كيطيح لها الفم كتبغي تركبو ماكسيموم 3000 2500 درهم، دابا ما غيبقاش، راك فمك بقى رايب. باش انا كنقول لكم الحكومه ديال عبد العزيز اخنوش كتصرف بينا من المزيان. بارطاجيو هذا الفيديو الا وصلتوا حتى لهنا كتبوا تم في التعليق وبارطاجيو الفيديو باش تعمل الفائده للجميع، ودعيو معنا الله يهز علينا هاد حكومه عبد العزيز اخنوش.